لا ماشي حنا في الانجليز هنا ولا حنا في المغرب. هذه رساله للجامعه ورساله للقجع. يجوا يشوفوا معنا الحلات، حنا راه وطنيين. راكم المنتخب ما جينا باش نتفرجوا. راه لا يعقل. شو الناس كانت تتحرق من 8 الصباح هنايا ونا جالسين هنايا. حشومه عيب هادشي هذا. السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. كلكم عارفين بان المنتخب الوطني المغربي غادي يواجه المنتخب البرازيلي في المباراة الودية اللي غادي تلعب في الملعب طنجة الكبير ابن بطوطة، وهذه المباراة غادي تكون يوم السبت 25 مارس 2023. يعني غادي نتفرجوا في هذه المباراة في شهر رمضان المبارك. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة وطولة العمر إن شاء الله. وكلكم عارفين كذلك بأن المدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي راه موجد مزيان لهذه المباراة، خصوصا ملي اختار تشكيلة زوينة بزاف فيها وجوه ومواهب جديدة لأول مرة غادي نشوفوها غادي تلعب مع المنتخب الوطني المغربي. لكن دابا الحاجة اللي ما عارفينش وهو أن المغاربة راهم كاعيين ومعصبين بزاف، خصوصا الناس ديال طنجة، بحكم ان هذه المباراة غادي تلعب في الملعب الكبير ابن بطوطة في طنجة وهما ما غاديش يتفرجوا فيها. والسبب هو انهم تفاجئوا بان التذاكر ديال المباراة المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب البرازيلي سالاو من بعد 10 ديال السوايع من اللي حطتهم الجامعة الملكية لكرة القدم انهم يتباعوا في الموقع ديالها. وهذا الشيء اللي خلى الاكثرية ديال المغاربة ما قدروش انهم يشريوا تذكيرات المباراة، وكيتسائلوا واش غادي تكون دفعات جديدة لبيع التذاكر في الموقع ديال الجامعة الملكية لكرة القدم. فهاد الناس ملي كيدخلوا الموقع ديال الجامعة الملكية لكرة القدم على حسب ما قال احد المشجعين باش انهم يشوفوا واش حطوا تذاكر للبيع، لكن كيتفاجئوا بان الموقع ما خدامش ومبلوكي. والكارثه الكبيره هو ان هذوك الناس اللي كانوا خداو التيكيات وزربوا عليهم في الاول كتلقى واحد شاري 10 ديال لي تيكي. علاش؟ ماشي باش انه يدي العائله ديالو او الاصدقاء ديالو لمشاهده المباراه، بل العكس باش انه يعاود فيهم البيع، لانه عارف بان لي تيكي ديال مباراه المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب البرازيلي غادي يكون عليهم اقبال بزاف، وبالتالي ما غاديش يضيع فيهم. فالتيكي اللي كتكون من الفئه الثالثه اللي كيكون الثمن ديالها الاصلي غير 100 درهم، فهاد الناس كيعاودوا يبيعوها بثمن اكثر من 500 درهم. والتيكي اللي كتكون من الفئه الاولى اللي الثمن ديالها الاصلي هو 500 درهم، هاد الناس كيعاودوا يبيعوها بكثر من 1500 درهم للناس. وهذا الشيء كامل كيتباع في الاسواق السوداء بحال لي باج ديال البيع والشراء اللي كيكونوا في الفيسبوك. هاد الاسباب ديال قله التيكي وكذلك اعاده بيعها باثمنه خياليه في الاسواق السوداء خلات الناس كاعيه، وكينتظروا باش ان المسؤولين يلقاو لهم شي حل باش ان شاء الله كل شيء يتفرج في المباراه المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب البرازيلي، وكنتمنوا الفوز ديال المنتخب المغربي في هذه المباراه. المهم الخوت شكرا لكم على المشاهده ونشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم.